بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين والسادة المشاهدين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. نورتوني وشرفتوني وأسعدتوني بحضوركم جميعا. تسلموا لي يا رب، ما تحرمش من وجودكم الغالي، على راسي حضوركم يا غاليين. أتمنى من كل اللي داخلين معايا جديد بالقناة تشتركوا في زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتحطوا اللايكات. تنوروني وتشرفوني طبعا في قناة المتواضعة. تسلموا لي يا رب. النشاط والحيوية على أحلى أخوات. النهارده يا جماعة هعمل لكم بقى أحلى طاجن كوارع يخطر على بالكم، طريقة اقتصادية وطريقة جميلة. بس في الأول تابعوني كده للنهاية واعرفوا أنا بعمل إيه. طبعا جبت كرع حلو كده يستاهل بقكم طبعا. غسلته غسيل حلو، بدأت إن أنا أنقعه خل وملح وليمون وطماطم ودقيق. تمام. أهم حاجة محلول النقع ده يا جماعة. بتنقع قد إيه يا عزة؟ بنقع حوالي ساعتين. تمام. كل ما نقعها ساعتين كل ما بتبقى معاكي أحلى وأحلى. طبعا هنا أنا جهزتها كده على الحوض. هاسيبها بقى تتنقع ساعتين عما يكون انا ظبطت لها ايه الحاجات اللي انا هستخدمها فيها. جبت البصل، بدأت ان انا اقشره واجهز بقى ايه الحاجات اللي انا هبدأ ان انا اعملها بشوربة. طبعا احنا هنعملها طاجن بس انا قلت لا اعملها الاول بشوربة عشان انتوا عارفين شوربة الكوارع مفيش غنى عنها. احب اعرف منكم انتوا بتتابعوني من انهي بلد. متبخلوش عليا باللايك والشير، وارضان لوجه الله ثم ارضان لاختكم ان انتوا تساعدوني ان القناة توصل لاكبر عدد. ان فيديوهاتي نسبة المشاهدات يكون عندي اعلى. اللايك الجميل بتاعكم اللي بيشجعني والكومنت الأحلى اللي بيدعمني، فربنا يديمكم دايما نعمة في حياتي يا رب. جبت هنا المنقذ بتاعي. المنقذ بتاعي كده يا عزق، المنقذ ده اللي هي الحلة الضغط. حطيت الحلة الضغط كده على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. حطيت شوية زيت، هبدأ نحط فيها المستكة والحبهان والحاجات اللي احنا ايه الحبشتكنات اللي احنا عارفينها يعني. المهم هنا طبعا الكرع ده غسل حلو زي ما انتم شايفين. قلت رجعه تاني الأصل، بس الحمد لله مرجعش الأصل. المهم حطيناه، بدأت ان انا اجيب البصل زي ما انتم شايفين، عملت له التتبيله، حطيت عليها البهارات بتاعتها المعتاده اللي انتم متعودين مني عليها. البصله المرتة، ايوه احنا عاملاها هنا جوليان. عملت لها كزبره وكمون فلفل اسمر، بابريكا. المهم اي بهارات عندك حطها، بهارات لحمه بهارات فراخ. انا طبعا عندي تشكيله بهارات محترم حطيت عليها من كل البهارات اللي عندي. الكوارع بتحب دايما البهارات والتتبيله والحاجات الحلوه ايه اللي بتدي لها طعم وريحه جميله دي. يعني اي بهار عندك ما تبخليش عليها بيه، ما تقوليش لا فلفل اسمر كفايه وكمون كزبره، لا. اي بهار عندك حطي منه، عندك ده تمام عندك ده تمام. بس كل ما بتحط لها انواع منكهات في الاكل كل ما بتدي طعم احلى. هنا طبعا بدات ان انا احط الكوارع. والله العظيم يا جماعه الحله دي خلت الكوارع موميا، دايبه دوب كده. انا مبقتش عارفه اطلعها من الحله، والله ما اخدت مني بالظبط 3/4 ساعه في الحله دي. والله العظيم 3/4 ساعه بالدقيقه. لقيت الحله بتصفر طلعتها. هنا طبعا فصين توم. صحيح ما تدقهوش، لا حط التوم صحيح. حطيت انا البصل، حطيت التوم. طبعا زي ما انتم شايفين كنت انا حاطه المستكه والحبهان والقرفه. نسيت احط القرفه، هحط لها القرفه دلوقتي بعد ما اخلصها، انا كنت نسيتها بصراحه. تمام. زي ما انتم شايفين كده ولعت عليها. قولوا لي برضه انتوا بتعملوها بالطريقه بتاعتي دي ولا بتعملوها ازاي؟ طبعا هي الطريقه دي معتاده عند في اي بيت. لازم الشوربه، لازم شوربه الكوارع. مش حكايه الشوربه بقى، هي حكايه ان مثلا ان احنا بنعملها عشان بنسويها فيها. انتوا عارفين الكوارع بتاخد تسوية كتير. بس بصراحة يا جماعة الحلة الضغط دي منقذ في أي بيت. يعني أنصح كل ست مصرية تجيب حلة ضغط. أنا مش بحب القرفة كتير بصراحة، في ناس بتحط كتير بس أنا بحط حتة صغيرة. مش بحب طعمها كتير في الأكل ولا أولاد. وأهم حاجة في الحلة يا جماعة قفلتها صح. تقفل الحلة قفلة صح تطلع معاكي تمام. دي كان أخويا جايبها لي من السعودية، ربنا يبارك لي فيها يا رب. هي المنقذ بتاع دلوقتي في أي عزومة في أي حاجة، لو أنا متأخرة في الطبيخ أو الكلام ده بتنقذني. هنا طبعا انا كنت غاسله السجاد، شايفين. غسلت السجاد بقى غسله حلوه عشان طبعا انتوا عارفين ان انا ههد الجدار عندي. بدات ان انا اغسله عشان اشيله، عشان انتوا عارفين بقى الشتا داخل وكده. وطبعا الواحد يعني ايه عايز يفرش الحاجه. انا دايما كل شهر كده احب اغسل السجاد بتاعي. مش بحب اوديه المغسله بصراحه. يعني نادر كده لما بوديه المغسله. ليه بوديه نضيف بيجيلي مش نضيف بصراحه بصراحه يعني. يعني مش ما بدوش حق.
انتوا عارفين الارضيات وكذا سجاد بتغسل وميه مش نظيفه، لا ده طبعا انا غسلاه بس لسه عايز يتهوى انشره عشان طبعا ياخد الشمس الجميله دي. ايه رايكم بقى في الاجواء اللي قدام البيت دي؟ انا تحت البلكونه بتاعتي على طول الزرع ده تحت البلكونه، وتحت البلكونه بالظبط فيه مانجا وخوخ، رمان، تين، جوافه، ليمون. ما شاء الله دي الجنينه بتاعت البيت هنا اهو. هوريها لكم شايفينها. ده تحت بلكونه المطبخ. تمام. صلوا على النبي لو وصلنا لحد هنا في الكومنتات، صلوا معايا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا عايزه افرش بقى بقيه السجاد بس مش عارفه، فبدات ان انا احطهم افردهم واحده واحده. شايفين الجنينه؟ والله الزرع طالع على دي مانجا اللي طالع على عند السجاد فوق ده، ده مانجا. انا في الدور التاني مش في الارض. طبعا ده مكان الغساله بتاعتي الاوتوماتيك. شديتها بره وبدات ان انا اجيب اريال وصابون وسلك ومش عارف ايه. عارفين الحاجات دي بتكون تحتها اتربه، بتكون تحتها دهون، فلازم ايدينا في الحاجه اول باول كده بحيث ان دايما تبقى معاك نظيفه وريحه المكان دايما يكون معاك نظيف. تمام. جبت المكان ده ارمي دول، لان انا عندي بصراحه الغساله دي ما كنتش بستخدمها، بس ان شاء الله اجيب لها بتاع الصيانه يجي يعملها لي. والله من يوم فرح يا جماعه ما استخدمتها، من يوم الفرح بصراحه. اجى الراجل شغلها لي اللي هو المهندس الصيانه، جه عملها لي وبعد كده مش اجي اعملها مش عارفه اعملها، عايز يتعمل فيها حاجه. يقول اصل هي دي ديجيتال، ده الديجيتال ده بعمل ايه؟ يقول لي هيتغير فيها مش عارف ايه عشان تخليها عادي. فانا هضطر ان انا اخليه يجي يعملها لي عادي، لان الكهرباء عندي ضعيفه. الكهرباء عندنا في البيت هنا ضعيفه. طبعا ده الخرطوم بحاول ان انا اغسله، ده بتاع الميه طبعا وبتاع الصرف. هبدا ان انا اظبط الغساله مكانها وارجعها اهو. مسحتها. انا قلت بقى ندي يوم نشاطي كده كله حيويه مش كله طبخ طبخ، لا كنا نجهز مع بعض الاول الحاجه اللي هتاخد وقت وبعد كده نبدا على على التقيل. هنا طبعا الغساله شدتها ورا زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا ارجعها مكانها كده. رجعتها. هنا بقى هغسل البلاط. غسلته بالفرشه، غسلت كويس زي ما انتم شايفين. بعد كده نبدا ان احنا ننشفه. طبعا هنا انا مجهزه بقى الحاجات بتاعت الكوارع، اللي هي صينيه التتبيله بتاعتها. بقى هوريكم كل حاجه قدام اهو. شايفين؟ هنا طبعا غسلتها وببدا ان انا اشد الميه على اهو. بدات ان انا افتح لها كده الفايز بتاعها. ده لازم تطلعي الهواء ده قبل ما تفتحي الحله يا جماعه. لو حد لسه ما يعرفش استخدام الحله دي، ممنوع ان يكون عندك حله ضغط زي كده ويكون هي صفرت معاكي او ادت صوت ان الحاجه اللي فيها استوت، وتسيبها زي ما هي تروحي تفتحها كده مره واحده. استحاله، ده ممكن تدمر لك الدنيا. شايفين؟ والله ما مستحمل. شايفين بيطلع بخار قد ايه؟ بخار مائي يعني، حاجه بصراحه. ما علينا. المهم انا طبعا طلعت الهوا خالص. هبدا ان انا افتحها كده. والله العظيم شوف انا يا دوب غسلت المطبخ، كل ده انا ولعت عليها وطلعت انشر السجاد وغسلت المطبخ. شايفين بقت عامله ازاي؟ الله عليها. الله. صدقوني جربوها بالطريقه دي هتاكلوا صوابعكم ورا. هنا طبعا التتبيله. إيه، حطيت صينية على البوتاجاز، حطيت فيها شوية زيت، خرطت بصل على ايدي. طبعا ما بيكون حاجة بسيطة مش بستخدم الكب، قولي انا هستخدمها على ايه، مش الموضوع مش مستاهل. حطيت التوم وحطيت البصل وبدأت ان انا احمرهم تحمير كويس كده. انا لسه هوريكم الكوارع طالعة معايا عاملة ازاي. هنا طبعا البطاطس، انا مرضتش اكتر بطاطس لان انتوا عارفين ان هي مش محتاجة يعني حاجات كتير، احنا بنحبها يعني نزيد طعم بس. وساعات كتير بعملها بالتتبيله، هعملها لكم برضو بطريقه تانية غير دي. يعني انا بعمل الحاجه ما شاء الله باكتر من وصفه وباكتر من طريقه. يعني التغيير في الاكل مطلوب عشان بحيث لما الاولاد يجي ياكلوا او حد يكون بياكل معانا ما يحسش كده ان نفس الاكل نفس الطعم، لا يحس ان في حاجه مختلفه، يحس ان في تيست مختلف كده في الاكل. عملت هنا برضو بصله مرتة، بس مش اللي هي اللي بهاراتها، لا انا عاملاها دواير وحطيت على برضو البهارات بتاعتها. وبدأت ان انا اضيفها فين على على البطاطس. هنا طبعا اللحمه اوريها لكم. شايفين الكوارع؟ شايفين والله دايبه. شايفين عامله ازاي؟ سايبه العظم. دي طبعا الحبان معايا كان اتحمر فبدات ان انا اشيله. هنا طبعا البصل انا هنا مطفيه على الكوارع من ساعه ما انا شلت المكبس بتاعها وانا سايباها طافيه عليها. شايفين؟ والله العظيم ما كنت عارفه امسكها، بتسيب العظم لوحدها. هما كلهم شكروا الطريقه دي بصراحه، لان الكوارع تحب تتاكل كده ما تحسيش بقى تحسي ان انت اقول لك ايه بس حاجه كده مش بتشبه يعني.
ما بتثبتش في مكانها. انا مش عارفه اتكلم ولا ايه. المهم شايفين عليها شويه شوربه بقى، والله العظيم يوديكوا في حته تانية. جربوها بالطريقه اللي انا عاملاها دي، وانتوا هتدعولي من قلبكم بجد. طبعا هنا هنبدا ان احنا نطلعها كلها ونحطها فين، نحطها في طاجن البطاطس. هنديلها تحميره حلوه كده، بحيث ان هي تاخد نديلها تلويحه حلوه في البطاطس، بحيث ان هي تاخد من نفس الطعم والتست بتاعها. شايفين؟ والله العظيم يا جماعه حاجه جربوها بس بالطريقه دي كده، قولوا ايه رايكم فيها. ولسه هدخلها الفرن، يعني لسه هحمرها كمان في الفرن. انا بعملها كده على البوتاجاز، بدات ان انا اسوي لها البطاطس، لان هي ما شاء الله ما كانتش مستحمله. هنا طبعا كزبره خضراء على شبت، بديلها برضو طعم حلو قوي. هنا بحط على وش الكوارع من فوق عشان التحمير. انتوا عارفين ان هي بتحب الحاجات دي شويه، الصلصه والحاجات دي بتديك اللون اللي هو الكريسبي، اللون الحلو بتاع التحمير ده. وحسب ما انت بتحبي تحمرها بقى، في ناس بتحب تعملها اكتر في كده. اتفرجوا بقى على الشكل النهائي وقولوا ايه رايكم. ايه رايكم بقى بعد ما سويتها وطلعت معانا؟ ما شاء الله ما شاء الله، تستاهل بقكم. حاجه جميله بصراحه، دايبه. جربها بس بالطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم فيها. ما شاء الله ما شاء الله اهي. شايفين الشكل؟ نظرا بقى للاطباق اللي في الحوض دي. يلا اقول لكم كده اشوفكم على خير واقول لكم مع السلامه.